السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء السعادة والهنا، يا مساء مليان حب وطاعة في الله. لو أول مرة تشوفيني اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك إن شاء الله كل جديد. إخواتي من جوه مصر ومن بره مصر اللي دخلوا معايا جديد ما نحرمش منكم أبدا، إن شاء الله يا رب ما نحرم منكم. يا رب كده تفضلوا معايا إن شاء الله لحد القناة كده ما تكبر بيكم وليكم بإذن الله. النهارده ان شاء الله فيديو كله كده حماس وكله طاقه ايجابيه وكله نشاط. عايزه اقول لكم ان احنا بصوا، لو انت مكسله كده ولا انت قاعده كده زهقانه وممله كده وما عندكيش اي حاجه كده، او عندك شغل كتير ومحتاره تعملي ازاي، او مالكيش نفس بمعنى اصح، قومي كده خدي طاقه كده حلوه مني وخدي كده شويه نشاط وشويه باور كده، ونخشي بقى وشوفي الفيديو وكملي الفيديو بقلب جامد كده، وادخلي شوفي الفيديو كده واتفرجي عليه للاخر عشان ان شاء الله هيعجبك قوي. في شويه افكار وفي شويه حاجات حلوه هتعجبك كده، وهنعمل فيه مخبوزات وهنعمل فيه حاجات زي العسل. يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. واثبتي حضورك معايا قمر كده، وانزلي اكتبي له كومنت جميل وصلي على رسول الله في الكومنتات. وما تنسيش طبعا، ما تنسينيش في اللايك الحلو بتاعك، وشكرا جدا. وشكرا قوي على اللايك اللي انت حطيتيه حالا، وتسلم ايدك يا قمراي. النهارده باذن الله هنعمل شويه عيش فينو كده، بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لك حاجه كده عظمه 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 يعني. وهنعمل كمان كبده، طعمها بقى تحفه كده وحاجه كده خطيره. هنعمل احلى سندوتشات النهارده من غير بقى ما تروحوا تشتروا من بره ولا اي حاجه. يلا بس كده ندخل كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. اول طبعا اليوم بتاعنا كده سمينا بالله، وقمنا طبعا كده ايه، قلنا نجهز الفطار بتاعنا. فطارنا عباره عن ايه النهارده؟ فطارنا كده خفيف وسهل. جبنا طعميه كده جاهزه اهوت، وكنا رحنا جبنا العيش من الفرن، بسم الله ما شاء الله اهوت. ما شاء الله كان العيش طري وزي اللوبيا وطعمه بصوا حاجه كده عسل اهي. شايفه شكل الرغيف جميل ازاي وكبير وعسل ازاي، وكان طري بقى كده. قلنا بقى فرصه والعيش سخن كده، جبنا طعميه سخنه كمان. وقلنا بقى ايه، هنعمل سندوتشات طعميه كده، إيه مع كوبايتين شاي. وبقى ايه طعميه بقى مع طماطمايه مع حته مخلله، واحلى سندوتشات. وكان بألف هنا وشفا يا رب. كان سندوتشات طعمها زي العسل. قلنا كل عيل مننا كده يعمل سندوتشين كده او سندوتش على حسب ما ياكل يعني. كنا احنا التلاتة بس، انا وولادي التلاتة، فقلنا هنعمل بقى كده ايه ونفطر يعني فطار خفيف كده، وفي نفس الوقت ايه يعني في سرعة كده بسرعة. إيه احلى كوبايه شاي مع احلى سندوتش طعميه سخنه كده، بسم الله ما شاء الله حاجه تفتح النفس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسيش يا اماره كده الصلاه على رسول الله. صلاه على رسول الله بتفك الهم وبتفك الكرب، وبصي بتريحك نفسيا من كل حاجه. حاولي لو كل يوم تصلي 1000 مرة 1000 مرة على حسب استطاعتك، وعلى حسب ما انت قادرة هتصلي قد ايه على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إيه بصوا بقى، عملت سندوتشات طعمية زي ما انتم شايفين، وكان عندي طبعا الليمون المخلي اللي كنت مخليه معاكم قبل كده. ما شاء الله عليه لسه لغاية دلوقتي شايفين الليمون محتفظ بشكله وطعمه زي العسل، ولا دب بقى ولا انهرى ولا أي حاجة. وانتوا شفتوا بنفسكم أنا بقطع الليمون قدامكم اهو بالسكينة أو بالكازلك كده، كل ليمونيه ماسكه نفسها وبسم الله ما شاء الله. الطعميه الطعميه مع الطماطم مع المخلل بيبقى طعمها عسل، مع كوبايه الشاي تبلعي بيها كده احلى لقمه فطار واحلى سندوتش. وبالف هنا وشفا يا رب للي كل، وبالف هنا وشفا يا رب للي عايز ياكل كمان. شايفه الجمال، عملنا سندوتشين كده حلوين اهو، وقلنا هنروح نفطر. طبعا انا كنت عملت سندوتشين ولسه هكمل السندوتشات كمان. قلنا نروح نفطر انا الولاد بقى كده عشان نكمل يومنا ان شاء الله، اليوم كله خير كده وبركه وطاقه ايجابيه. بصوا بقى، انا كنت جبت كيلو زيت من السايب ده. الزيت يا جماعه سايب بيساعد معايا بقى إيه انا بفضيه كده في الازازه، بسم الله ما شاء الله بيوفر معايا كتير. بيملى لي الازازه ديت وربع ازازه كمان، بياخد ازازه من ازازه التموين دي وربع ازازه كمان. اهم دول بالظبط كيلو الزيت. بيوفر معايا بقى في التحمير. بحمر منه بطاطس، بحمر منه طعميه. طبعا انا بعمل فطار كل يوم طعميه وبتنجان وحاجات من دي، فبيوفر معايا كتير. وزيت التموين بقى مثلا بخليه يساعد معايا في الاكل، في المعجنات، في الحاجات دي، فهتلاقيه بيوفر علينا. ندخل بقى على العجين بتاعنا النهارده. زي ما قلت لك كده هنعمل شويه فينو بقى، بسم الله ما شاء الله، فينو اقتصادي، وكنت عملته معاكم على القناه قبل كده. طبعا جبت 3 معالق كبار من السكر، وهحط معلقتين كبار خميره فوريه، وهحط طبعا يعني نص كوبايه ميه دافيه كده على على الخميره والسكر. هنعمل طبعا اختبار للخميره، اختبار الخميره عشان تشوف الخميره بتاعتك نشطه ولا لا. انا طبعا الخميره بتاعتي دي جديده، انا متاكده منها وان هي نشطه وحلوه، بس برضو لازم اعمل الاختبار ده اهو. طبعا الميه يا جماعه تكون فتره لان الجو برد، احنا بقينا في الساعه خلاص، فما عادش ينفع دلوقتي اي ميه ساقعه لاي معجنات. معايا بقى كيلو دقيق اهوت هنزل عليه
هو ده ما كانش كيلو بالظبط يعني، هو كان كيلو وشويه بصراحه يعني. نزلت عليه بمعلقه بيكنج باودر كده وشويه ملح، وهقلب بقى الدقيق مع البيكنج باودر والملح بس كده. ده بصوا العيش الفينو الاقتصادي، عايزه اقول لك تحفه تحفه تحفه، جميل جدا. اعمليه على ضمانتي واعمليه بطريقتي هيعجبك جدا. انا بعمله على طول وعملته اكتر من مره بنفس الطريقه، ما بغيرش الطريقه دي. ولا بنضيف سمن ولا بنضيف بيض ولا بنضيف حليب ولا كلام من ده خالص. اللهم بارك. شايفه الخميره عملت فوران كده وزي العسل. طبعا انا كنت جايبه الشفشه قد في ميه دافيه، انا مدفيه الميه وهنزل بيها. وهنزل كمان بمعلقتين خل كبار زي ما انتم شايفين كده اهو، علشان نبدا نعجن بقى العجينه بتاعتنا. العجينه بقى على حسب ما تلم معاكي. انا بصي انا عايزه العجينه تكون طريه معاكي، بس مش انها درجه انها تلزق، لا، خلي العجينه تكون طريه. وانت طبعا لما تضيفي الزيت او الماده الدهنيه هتلاقيها معاكي هتلم وهتمسك وتبقى زي العسل. من نجاح الفينو يا حبيبه قلبي انك لازم تكون العجينه بتاعتك طريه شويه، ما تكونش قاسيه. طريقه يعني هتلاقيها طريت منك هتقولي لا ده طريقه هزودها دقيق، لا ما تزوديش دقيق. انت لما تحطي الماده الدهنيه هتلاقيها معاكي نعمت ولمت نفسها. شايفه شكلها في الطبق عامل ازاي؟ اللهم بارك. انا زودت 5 معالق من الزيت، وحطيت معلقه من السمنه علشان خاطر تنعم معايا وتبقى حلوه زي العسل كده. شايفه القوام بتاع العجينه عامله ازاي؟ العجينه طريه بس ما بتلزقش في ايدي خالص. عجنها حلوه اول لحد لما تنعم معاك وبتبقى ملمسها زي ما انت شايفاها كده. هركنها بقى على جنب تخمر، ونبدأ بقى نعمل الكبدة بتاعتنا. هنعمل لهم شويه سندوتشات كبده النهارده، عايزه اقول لك حاجه كده فخامه. ولا تقولي بقى سندوتشات العربيات ولا المطاعم ولا اي حاجه خالص. وحاجه عاملاها في بيتك ومضمونه وعارفه انها كبده ايه وطعمها ايه، وحاجه عاملاها بنفسي كده وحاجه نظافه نظافه يعني. جبت شويه بصل حلوين بقى كده، هنعمل بقى الكبده بتاعتنا. ومسكت البصل في الكبه كده، انا هفرمه بس مش هفرمه ناعم، انا عايزه البصل بتاعي خشن اهو زي ما انت شايفاه كده. شايفه الجمال اهو. طاسه على البوتاجاز بقى وحطيت فيها ماده دهنيه شويه زيت صغننين، وهبدا انزل على طول بالبصل بتاعي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. انا هعمل الكبده النهارده مش اسكندراني، انا هعملها بالبصل وبالفلفل بقى والشطه وكده. والله كان طعمها تحفه، وهتشوفي شكلها كمان دلوقتي. نزلت بقى بشويه ملح كده، وهنزل كمان بشويه زيت صغيرين عليها. احط ماده دهنيه يعني مش هكتر، حبه صغيرين خالص. وهبدا بعد كده بقى هسيبها البصله كده إيه تدبل بس معايا كده. وبعد كده هجيب بقى شويه توم حلوين كده. انا بحب احط للكبده توم يا جماعه. في ناس ما بتحبهاش بتحط لها توم، بس انا بحب لها التوم. التوم بيدي نفس جميل جدا لاي اكل لاي حاجه. والكبده بتحب التوم جدا. انا حطيت شويه مش توم كتير، بصوا اهو. طبعا فصوص التوم دي كمان صغيره، بس انا حطيت حوالي مثلا قولي 10 فصوص توم ولا حاجه من الفصوص الصغيره دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. قومي يا قمرية كده اعملي لك شويه فينو النهارده، ما تكسليش. بصي طول ما ربنا مديكي صحه وعينك وقويكي اعملي كل حاجه لاولادك، ما تستخسريش صحتك. بصي الصحه والله العظيم، او بمعنى اصح ما تكسليش. الكسل وحش قوي، والكسل بيوديكي في متاهات. كسلانه تقومي تروقي، كسلانه تقومي تطبخي، كسلانه تقومي تعملي، لا ما تكسليش. قومي وربنا هيعينك وربنا هيقدرك وربنا هيجازيكي خير كمان على اللي بتعمليه لاولادك. بصوا الكبده بقى. بصوا يا حبايبي الكبده دي مش طازه، الكبده ديت كبده من اللي هي المجمده. انا بحب اجيب الكبده المجمده دي اعمل فيها بحطها في طاسه زي ما انتوا شفتوها كده، وبنزل عليها بشويه خل وشويه ليمون وشطفه سريعه كده، وهي في قلب المصفى. لازم انا اعمل الحركه دي واسيبها تتصفى خالص. ليه بقى؟ لان طبعا الكبده بتتنقل من ايد لايد، ودي بيمسكها يخرطها ودي بيمسكها في ايديه فبتتلوث، فلازم الحركه دي لازم تشطفها الشطفه دي وتحط عليها شويه خل وشويه ليمون. بتعقمي الحاجه اللي هتاكلها لاولادك. شايفه شكلها؟ مسكتها بقى عقمتها ونزلت الدم اللي كان فيها وكل حاجه فاسده فيها، وقمت نازله بيها على على البصل بتاعي زي ما انت شايفه كده. اللهم بارك اللهم بارك، كانت تحفه. تقولي انها فعلا بصي قطعه من عند الجزار حالا من طعمها وريحتها وجمال. نزلت بقى بشويه فلفل اخضر عليها وقرن فلفل، قرن شطه سبايسي كده، قرن شطه كان نار بصراحه. نزلت بيه وشويه توابل بتاعتي بقى، شويه فلفل وشويه ملح وشويه كمون، لو عندك شويه بهارات حطي. وكان حاجه زي العسل كده. وسبتها بقى على النار لما تستوي. يلا بقى العيش الفينو بتاعنا كان اختمر. اللهم بارك اللهم بارك. شايفه الجمال؟ ايه رايك؟ شايفه العجينه عامله ازاي؟
زي العسل والله. بصوا دي فكره من الافكار ان انت تعملها في بيتك او تعمليها غدا لاولادك. اما تعملي شويه فينو كده وفي نفس الوقت كمان مش هتحرمي ولادك بقى ان نفسهم يشتروا سندوتش الفينو بكذا ولا كذا، لا. او نص كيلو كبده وعملت شويه عجينه كيلو دقيق هتعمل لك شويه فينو عظمه 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 كده، وهتاكلي ولادك هيتغدوا وهيتعشوا من العيش كمان ويفوت كمان. اللهم بارك والله، ولادي اتغدوا بالكبده والفينو وفضل عيش طبعا كمان، عملوا بقى سندوتشات جبنه بالليل وصبحوا تاني يوم الصبح فطروا منه. يعني اللهم بارك هيوفر عليكي كذا طقه مش طقه واحده. انا قطعت العيش بتاعي زي ما انت شايفه كده زي السفنديه كده اهوت بحجم السفنديه يعني، وسبته شويه كده يرتاح، وهنبدا بقى نشكل الفينو بتاعنا بمنتهى السهوله. جيب الصاج بتاعك بقى اللي هتحط فيه الفينو، دهنه زيت خفيفه كده بالفرشه واركنيه بقى عشان هنحط على طول، هنشكل الفينو ونحطه. بصي بقى، انت ممكن تشكلي الفينو ازاي بقى؟ يعني ممكن تجيبي البطاطا بتاعتك او المردان او زي ما بتسميها وتشكلي بيها زي ما انت شايفه كده، وممكن تشكلها بايدك. انا هشكل بكده وبكده، انا بوريكي بس انا بشكل ازاي، لكن هو طري ويتشكل بمنتهى السهوله. رشه دقيق بقى على الرخامه عندك، على الحاجه اللي انت بتفردي عليها او بتشكلي عليها، وابداي شكلي بقى، وابداي بطاطيها صغيره كده زي ما انت شايفه، ولفيها رول صغنون مقطقط زي ما انت شايفاه اهو بالطريقه دي كده. شايفه؟ ولازم نقفل قفله حلوه قوي بتاعه العجينه من تحت اهي، وبتسكيها بقى ابرميها برمه ولا اتنين كده بحيث انها تبقى كلها متساويه. شايفه شكل الرغيف الفينو عامل ازاي؟ وهبدا بقى احطه على ايه في قلب الصاج كده اللي هسوي فيه على طول. لان طبعا من نجاح الفينو ان احنا بنخمره مرتين، يعني المره دي خمر وقطعته، والمره التانية برضو بعد ما شكله هسيبه كمان يخمر كمان مره لحد لما يتضاعف حجمه مرتين تلاتة، هتشوفوا شكله اختلف خالص دلوقتي. طبعا العجينه معايا طريه وزي العسل، انا عايزاها طريه كده. طول ما العجينه او كل العجينه معاكي ما تبقى طريه وحلوه بتديكي نتيجه حلوه، بيبقى العيش خفيف وهش وتحفه تحفه كده عامل زي الاسفنج. شايفه القوام او شايفه شكل الفينو عامل ازاي؟ اللهم بارك اللهم بارك. تحفه يا جماعه تحفه. عيش سهل جدا وبسيط جدا وبمقاديره سهله سهله، بص ما فيش اسهل ولا ابسط من كده. من كيلو دقيق هتعملي احلى فينو احلى فينو احلى فينو، ولا تقولي فينو المخابز ولا اي حاجه من دي خالص، دي حاجه تانية خالص خالص، ومشبح كده ومغذي وحاجه كده في منتهى الجمال. اول صاج خلصته زي ما انت شايفه اهوت، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الجمال ده، لسه كمان فيه اهو، لسه هعمل كمان صاج كمان. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسيش يا اماريه تصلي على رسول الله في الكومنتات وتثبتي حضورك معايا يا حبيبه قلبي، واحب اعرف برضو انت بتتابعيني منين، وشكرا جدا جدا على اللايك من قبل ما تحطيه. برضو هكمل تشكيل بنفس الطريقه. بصوا انا بقفل العجينه ازاي من تحت، لازما القفله دي لازم اقفلها حلوه قوي من تحت كده. بصوا الجمال، ايه رايك؟ شايفه الجمال؟ والله العظيم عظمه يا ولاد، وبتبقي مبسوطه قوي وانت بتشكلي بقى والولاد حتى يبقوا مبسوطين معاكي. يعني اعملي كل حاجه لاولادك، لو كل يوم هتعملي او كل يومين ثلاثه حتى هتعملي حاجه بكيلو دقيق واحد بس، حاجه مختلفه. النهارده قرص، النهارده نعمل شويه فينو، النهارده نعمل شويه قرص بعجوه، النهارده نعمل فطاير. هتبص تلاقي نفسك عملت كل حاجه لاولادك وما حرمتهمش من حاجه، وكل حاجه هتوفر عليكي. مش هتقولي بقى ان احنا كل يوم بنخبز هتعملي كميات وهتخلصي اللي عندك، لا يا حبيبتي انت بتعملي بكيلو دقيق بس، والله لو نص كيلو دقيق على قد مثلا طقتين تلاتة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. انا طبعا شكلت كل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه، انا بوريكم التشكيل مره واثنين وثلاثه. لازم تقفلي على الفينو زي ما انا بقفل كده. بصوا انا ببرم البرمه وبقفل حلوه قوي قوي عشان يديله رولات حلوه ويكون العيش من قلبه كده خفيف وهش. وهوريكم كمان شكله دلوقتي لما يستوي، والله العظيم شكله تحفه 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 كده اهو. بصوا بنفس الطريقه كده اهو، اللهم بارك. بصوا زي العسل اهو. بصي حجم الرول بقى كده زي ما انت حباه، حبه يكون قصير حبه يكون طويل، على حجم الرغيف معاكي زي ما انت حابه يكون شكل الرغيف عامل ازاي. دي الكميه اللي طلعت له النهارده، بسم الله ما شاء الله. طبعا دي قبل التخمير، انا هسيبه يخمر بقى واوريكي شكله دلوقتي. بص اللهم صل على النبي، شايفه يا جماعه؟ ده بعد التخمير طبعا كده. انا كنت ولعت الفرن بقى عشان خاطر يسخن، ودخلت بقى جبت حبه لبن وهبدا ايه ادهن وش العيش الفينو بتاعي. ممكن تدهني بقى بصفار بيضه على شويه لبن، ممكن تدهني بلبن بس، ممكن ما تدهنيش زي ما انت حابه. بس انا النهارده قلت عندي شويه لبن قلت هدهن بيهم برضو شويه على وشه يعني بتاع الفينو بتاعي. وهجيب كمان شويه سمسم كده علشان احط شويه عليهم السمسم وشويه من غير اهو. بصوا الجمال. طبعا انت دهنه الوش لبن فالسمسم هيمسك عليه على طول. شايفه العيش اختمر واتضاعف حجمه قد ايه؟ اللهم بارك اللهم بارك، كان زي السكر زي العسل.
هندخله الفرن بقى. فطبعا الفرن سخن جدا عندي، دخلته الفرن اهو، ودرجه الحراره تكون متوسطه، لان طبعا الفينو بيغيب شويه في الفرن عشان يستوي كويس ويتلدن حلو، يعني يبقى من قلبه حلو خفيف وهش كده، وما يكونش معجن من قلبه، او بمعنى اصح ما استواش من قلبه. لازم ياخد النار بتاعته على نار هاديه. طلع بقى وهو سخن كده بالفرشه معايا، ودهنه سمنه خفيفه خالص، وابدا اديله وش كده. السمنه بتديله لمعه، بصوا بيلمع ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، زي العسل. طبعا الرغيف اللي احمر مني طبعا عشان خاطر الشروقه جنب جنب الصاج، فقمت جايبه ورقه كده وقمت حاطه عليه لحد ما الصاج كله احمر. بص الجمال، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بصوا الجمال تحفه، خفيف جدا، هش جدا من قلبه، زي ما انت شايفه قطن من جواه، خفيف خفيف هش قوي قوي. يمكن كمان الاضاءه ظالمه شكله والله. او بص شكل الرغيف، بص شكله، شايفه الطراوه بتاعته، تحفه يا جماعه والله تحفه. اعملي النتيجه ديت او اعملي الطريقه ديت على ضمانتي، هتعجبك باذن الله. وعايزه اعرف برضو لو انت عملتيه، اكتبي لي في الكومنتات وقولي انت عملتيه ونجح معاكي. خلاص ادي الكميه اللي طلعت معايا. طبعا انا دهنت وشه كله رشه سمنه خفيفه خالص يا جماعه، مش بنغرقه سمنه، بالفرشه زي ما انت شايفه كده، ورشه خفيفه خالص خالص، عشان بس يدينا اللمعه الحلوه دي. وهغطي عليه واسيبه يطرى بقى، غطي عليه وسيبيه يطرى خالص خالص. بصوا الجمال، اللهم بارك اهو، شايفه كله طري، كله طري كله طري، بسم الله ما شاء الله. وطبعا كانت الكبده بتاعت معايا استوت بقى كمان، وكنا خلصنا الاكل للولاد. وعايزه اقول لك الولاد كانوا فرحانين جدا، حاجه عاملاها ببيتك ونظافه ببيتك تعب. طبعا انت بتروح تشتري الفينو 10 جنيه، فينو كام رغيف؟ 4 ترغيفه تقريبا او 5 مش عارفه، في الحدود دي. هياكلوا كام عيل 4 ترغيفه دول؟ مش هياكلوا فرداني 2 حتى. يلا بقى نعمل احلى سندوتشات كبده النهارده. بصي بصي الكبده بتاعتي بسم الله ما شاء الله زي العسل. بدات بقى ان انا احشي الكبده كده السندوتشات بتاعتي، واحط بقى للولاد، وبالف هنا وشفا يا رب للي كل. بصوا ادي السندوتشات بتاعت النهارده، ايه رايك؟ احسن من الفينو، واحسن من عربيات الكبده، واحسن من المطاعم والله العظيم، وحاجه عاملاها ببيتك بنظافه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.